بص يا صاحبي، الاكل الصحي هو اللي ربنا خلقه لنا طبيعي من غير كيمياء ولا حقن ولا هرمونات. يعني ايه؟ يعني اللحمه البلدي والسمك والفراخ البلدي واللبن الطازه والبيض والخضار اللي بنزرعه بايدينا، كل ده مليان فيتامين وبروتين يخلي الجسم قوي وصحي. اللي بيلعب رياضه وعايز عضلاته تكبر ياكل من الاكل ده. ربنا مدينا كل حاجه نافعه، انما الشباب اللي بيمشوا ورا المكملات والهرمونات اللي بيجي من بره ده بيبوظ الكلى والكبد وبيخرب عليك الاعضاء الداخليه من غير ما تحس. يعني يا اولاد مفيش احسن من الاكل الطبيعي اللي احنا متعودين عليه في بيوتنا. اللحمه والسمك والفراخ البلدي والجبنه واللبن دول كفايه يخلوك زي الاسد من غير لا ابر ولا حبوب ولا حركات. بص يا صاحبي، الاكل الصحي هو اللي ربنا خلقه لنا طبيعي من غير كيمياء ولا حقن ولا هرمونات. يعني ايه؟ يعني اللحمه البلدي والسمك والفراخ البلدي واللبن الطازه والبيض والخضار اللي بنزرعه بايدينا، كل ده مليان فيتامين وبروتين يخلي الجسم قوي وصحي. اللي بيلعب رياضه وعايز عضلاته تكبر ياكل من الاكل ده. ربنا مدينا كل حاجه نافعه، انما الشباب اللي بيمشوا ورا المكملات والهرمونات اللي بيجي من بره ده بيبوظ الكلى والكبد وبيخرب عليك الاعضاء الداخليه من غير ما تحس. يعني يا اولاد مفيش احسن من الاكل الطبيعي اللي احنا متعودين عليه في بيوتنا. اللحمه والسمك والفراخ البلدي والجبنه واللبن دول كفايه يخلوك زي الاسد من غير لا ابر ولا حبوب ولا حركات.